يا صباح الفل، صباح الاختراعات. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض طريقة حلوة للبطاطس. كنت شفتها على قناة أجنبية، ولكن حبيت اني اجربها واقول لكم رأيي فيها ايه. بطاطس شكلها حلو وشكلها جديد، هتعجبكم جدا. تقطيعتها جديدة ومختلفة وكمان مقرمشة وحلوة قوي قوي. الولاد هتعجبهم جدا. جربوها. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسيش لايك حلو منك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل علشان تشوفي كل جديد هنا في قناتي. وتعالي بينا بقى نبدأ الوصفة بتاعتنا واقولك عملتها ازاي. واول حاجة معانا بنجيب بطاطس تكون للتحمير، بنغسلها كويس جدا وبنقشرها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الكمية دي حاجة ترجع لك انتي، لو حابة جربيها في بطاطسية واحدة كفاية قوي لحد لما تعجبك وتجربي انك انتي تقرري انك انتي تعمليها تاني. بصوا بقى، انا هنا كده قشرتها وغسلتها وهجيبها بقى هبدأ معاكم. بصوا البطاطسايه المفروض تكون اتخن من كده واكبر من كده، فعلشان تبقى التقطيعه معاكي عريضه شويه وكبيره قطعيها بالورب، هتلاقي البطاطسايه بتعرض معاكي. هنجيب بقى البطاطس ونحطها في ميه، وكمان هنحط معاها معلقه كبيره من الملح وندوبها ونسيبها 5 دقايق. هنجيب بقى عيدان الشيش اللي انتوا شايفينها دي كده، وهنحطها واحده من الناحيه دي واحده من الناحيه دي، وهنبدا نقطعها التقطيعه دي. عايزه اقول لكم بقى التقطيعه تكون رفيعه على قد ما تقدروا، والعيدان بتاعه الشيش هتخلي السكينه تقف لحد معين، مش هتوصل للاخر يعني زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين لما نخلصها كده هنبدا نقلبها الناحيه التانية وهنعمل نفس التقطيعه بنفس الطريقه. وحاولي تعملي التقطيعه مايله شويه، ما تبقاش برضو يعني عدله، لازم تبقى مايله شويه علشان البطاطسايه ما تتقطعش منك وتفضل محتفظة بشكلها كده وتبقى حلوة. اهم حاجة تظبطي ايدك في التقطيع على قد ما تقدري. وبعدين بقى تجيبي عصاية من عصايات الشيش وتدخليها كده في البطاطساية وتبدأي تعملي فيها تفتيحات كده زي ما انت شايفة، بالراحة خالص عشان البطاطساية ما تتقطعش منك وما تتكسرش منك. هنقطع باقي البطاطس بنفس الطريقة وبنفس التخانة عشان لما تستوي مع بعض وما تاخدش وقت طويل مننا. تقلبي البطاطساية الناحية التانية وتقطعيها بنفس الطريقة. وطبعا اكيد يعني لو في حتة اتقطعت منك مش هنستغنى عنها وهنرميها، اكيد هنسيبها وهنحمرها، مفيش اي مشكلة، لان البطاطس كده كده بتتاكل على اي وضع. هنحطها بقى زي ما اتفقنا كده في عصاية الشيش وهنفتحها كده بالراحة خالص. هنجيب معانا نشا، وهنتبل النشا بتوابل بطاطس. ولو مش عندك توابل بطاطس ممكن تتبليها بشوية ملح وكمان شوية كركم. ولو عندك مرقة دجاج ممكن تتبليها مرقة اللي هي البودرة. هتبدريها كده زي ما انت شايفة، وهتبدأي تحطيها في طاسة فيها زيت يغطي البطاطس، وهتبدأي تقلبيها على الناحيتين كده وهي محطوطة في عصاية الشيش وبتصفر، علشان خاطر احنا حاطين فيها كركم وكمان حاطين فيها توابل البطاطس، فيها توابل بتكون لونها اصفر، وعلشان كده بيبقى لونها ذهبي كده وحلو جدا. ولازم تقلبيها كويس قوي وما تستعجليش فيها، وتتأكدي ان هي اتقرمشت معاكي علشان خاطر يبقى طعمها حلو جدا معاكي زي ما طلعت معايا بالظبط. بصوا بقى، طلعوها بقى على طبق كده وتبدأوا ترصوها. ممكن تحطوا تحتها اي خضروات ورقية، او لو عاملة كفتة او اي حاجة بتكون طعمها حلو ولذيذ جدا في التقديم. اشوفكم على خير في وصفات جديدة، ومتنسوش تدعموني بلايك وتقولوا لي رأيكم فيها ايه وتجربوها.